هند صبري تكشف أسرار حياتها المظلمة من صدمة الطفولة إلى إدمان تيك توك. الفنانة هند صبري فتحت قلبها وكشفت عن أكثر المراحل المظلمة في حياتها، حيث تعرضت لصدمة قوية أثرت في تكوينها النفسي منذ صغرها. بحسب تصريحاتها التلفزيونية، فإن انفصال والدها ووالدتها في عمر 17 عاماً كان لحظة فاصلة في حياتها، تركت أثراً نفسياً عميقاً، وجعلتها تدرك لاحقاً أن الترابط الأسري هو النجاح الحقيقي في الحياة، وهو ما تسعى جاهدة لتوفيره لبناتها عالية وليلى. لكن المفاجأة الكبرى كانت اعترافها بأنها مرت بفترة إدمان لتطبيق تيك توك، حيث كانت تقضي ما يقرب من 7 ساعات يوميا على التطبيق، وتعلق: وقعت في الفخ لكنني خرجت منه. هذا الإدمان دفعها لاتخاذ قرار صارم بمنع بناتها من استخدام السوشيال ميديا خوفا من تأثيراتها السلبية. في الجانب الإنساني والطريف من حياتها، تحدثت هند عن حبها للسفر واكتشاف ثقافات جديدة، وكيف أنها تستمتع بالتوهان في شوارع المدن مثل لبنان والهند وسيناء، مؤكدة: سيناء هي المكان الذي فيه حتة من قلبي. هند صبري بذلك لا تخفي صراعاتها الشخصية، لكنها تمنح بناتها وأتباعها درساً في القوة والتغلب على الإدمان والصدمات النفسية، وتثبت أن الشجاعة الحقيقية هي مواجهة الواقع دون خوف.